أكوامان بيستخدم أقوى سلاح عنده، الكاراكان، والحرب بتتقلب لصاحبها. الفريق كله تحت المية. سوبرمان جاي ومولع من الغضب، وباتمان بيتفرج على اللي بيحصل. سوبرمان بيقول لأكوامان إنه لازم يسحب الجيش بتاعه علشان ما يكونش في حرب بينه وبين الفريق. البحر ليه حاكم واحد بس، وزي ما انت معاك الفريق أنا معايا الجيش بتاعي. ويبتدي أكوامان في استعراض القوة بتاعه. كل مينا، كل سفينة، كل مكان فيه مية ويخرج منه جيش أكوامان. ودلوقتي بعد ما شفت كل ده، اطلع بره البحر بتاعي. سوبرمان بيمشي علشان يرد على عرض القوة بتاع أكوامان بعرض أقوى. فريق العدالة بيشيل أطلانتس من مكانها حرفيا. ودلوقتي المدينة اللي عمرها ما شافت نور الشمس في أحر مكان في العالم، أطلانتس دلوقتي في الصحراء الكبرى. أكوامان بعد اللي حصل بيجيب واطي ويسحب الجيش بتاعه. واندر وومن بتروح عند سوبرمان، وسوبرمان بيقول لها إنه حاسس إن هو بيعمل حاجة غلط، وإنه ما ينفعش يفرض أوامره على العالم كله ويخليه تحت رغباته. وواندر وومن بتقول إن هو ده الصح، وكل اللي بيعمله في مصلحة العالم، وما يحصلش أي حاجة لو حطوا شوية قوانين تحمي الناس علشان ما يحصلش زي اللي حصل للويس. ومن هنا نعرف إنه طول ما واندر وومن مع سوبرمان، سوبرمان هيفضل مكمل في اللي بيعمله. وبالليل تو فيس بيطلع على التلفزيون ومعاه مسدس وعايز يعمل حاجة، وقبل ما يكمل سوبرمان بيوصل ويكسر المسدس ويبعته على الأركام. الصحفية بتستأذن سوبرمان علشان تعمل معاه لقاء، وبيحكي سوبرمان عن إن الهدف من كل اللي بيعمله ده هو حماية الناس علشان اللي حصل معاه ما يتكررش تاني لأي حد، وإنه في قسم علشان يصلح أهم غلط في المدينة. وباتمان بيعرف إن سوبرمان رايح عند أركام. بيركب الطيار هو ونايت وينج وابنه اللي ما شافش تربية ديميان علشان يوصل ويلاقي فريق العدالة كله في أركام. وديميان بيخون باتمان ويبقى مع سوبرمان. يا أخي عن أبو دير باي، أنا مش هقولك تبعد عن طريق لأن عارف إنك مش هتعمل كده، لكن برضو مش هتقدر تمنعنا. ويبتدي سايبورغ يفتح بيبان الزنازين، وفلاش ياخد المساجين ويختفي في ثانية. ونعرف إن سوبرمان هياخد كل المجرمين على مكان بعيد بحيث ما يقدروش يهربوا منه أو يقتلوا أي حد تاني. وباتمان بيضطر يستخدم واحدة من الألعاب بتاعته، ونايت وينج بيتدخل ويهدي الجو. وفي نفس الوقت جرين آرو بياخد هارلي كوين على السجن، ويشوف كل الأبطال متجمعين في السجن لأول مرة. بيسيب هارلي ويروح عندهم، وطبعا هارلي بتهرب وتخرج واحد من المساجين. جراندي بيطلع من تحت الأرض ويمسك روبن. واندر وومن بتحاول تخرجه، وجراندي بيديها بوكس يطيرها، وسوبرمان بيقطع ايد جراندي ويدخل فيه. ونايت وينج بيخرج ديميان، وباتمان بيروح لجراندي ويفجر دماغه. وللناس اللي هتسأل، باتمان كده ما يكونش قتل علشان جراندي بيتجدد تاني. ونايت وينج بيقول لديميان انه ما ينفعش يعامل الناس حتى لو كانوا مجرمين بالطريقة بتاعت سوبرمان، وانه لو كان روبن مش هيعمل كده. وديميان بيقول له انه مش روبن دلوقتي، وبلاش يقول له يعمل ايه، ويرمي العصاية على نايت وينج. في كل مرة نايت وينج كان بيمسك العصاية، لكن في اللحظة دي ما مسكهاش. بتيجي العصاية في نايت وينج ويتكعبل في حجر وتتكسر رقبته. وباتمان يطلع ويشوف اللي حصل، ومن قوة الصدمة ما بيستحملش ويزعق في ديميان. ودي كانت أول ضحية في الحرب، أول شخص يموت وهو بيدافع عن رأيه. لكن مش أول واحد يضيع على باتمان، ابنه اللي كان معاه من وهو روبن لحد ما كبر وبقي نايت وينج. وباتمان بياخد نايت وينج ويخرج بره، يخرج وهو شايل جثمان ابنه اللي مات.